مشاهدينا الكرام، مرة أخرى في هذه الفقرة راح تكون ضيفتنا سارة ثائر، اللي هي سيدة الحجاب. شاركت بمسابقة ملكة جمال وأناقة كردستان 2023 وحصلت على لقب سيدة الحجاب. فاليوم ضيفتنا وراح نسأله هواية أسئلة. راح نحكي عن لجنة التحكيم، عن المهرجان بشكل عام، وعن يعني التجربة شلون كانت بالنسبة لها، والصعوبات والتحديات اللي واجهتها، وشنو مخططاتها للمستقبلية. نسألها أكثر عن هاي الأسئلة والمواضيع. سارة ثائر، صباح الخير. صباح النور. هلا صباح بيك. الخير. صباح النور، شكرا جزيلا على استضافتكم هذه الجميلة. شكرا لك انه تقبلت الدعوه وجيت ويانا. ساره، احنا نعرف انه ملكات الجمال اللي يختاروهم ممكن ما لابسين حجاب ويكون ستايلهم غير عن هذا الستايل، شلون اخذتي هذا اللقب سيدة الحجاب؟ بصراحة أني بالبداية شاركت هذا المهرجان، ما كنت مقتنعة أنه راح أفوز، لأنه أني الإنسان لازم يكون عنده ثقة بالنفس. فأني من أول الأشياء اللي بالنسبة إلي كان عندي يعني ثقة بالنفس عالية، فما كنت ناوية أن أشارك. لكن دعم صديقتي إلي قالت أنت عندك المؤهلات الكاملة من خلال لبسك، تصويراتك، وجهك سينمائي، يحب التصوير، فجربي وما راح تخسرين. فأني على ضوء ذلك تواصلت ويا مدير المهرجان عمر التميمي، اللي هو يصير يعني مؤسسة مشاهير بغداد. هو مؤسسة رسمية ومصدر من وزارة الثقافة والفنون. نعم. بعدين أنا شاركت. لازم كل تدريب، احنا كان عندنا تدريبات، يعني لازم يصير عندك تدريب على مود تقدرين تستعرضين الألبسة اللي تلبسيها بوقت العرض، عرض المهرجان. فأني كانت كل مهرجان، يعني قصدي كل تدريب كنت ألبس يعني زي مختلف بحيث أظهر بشيء بارز وملفت النظر. وبنفس الشيء الألبسة اللي احنا كنا نلبسها غالبا ما تكون، يعني مثلا مرات بنات يجون يلبسون شيء اوفر، لكن هم ما يعرفون ينسقون وما يعرفون يرتبون. اكو الألبسة بسيطة لكن انت تضيفين لمسة جمال عليها. هذه هي. شلون كانت التجربة بالنسبة لك؟ شنو الصعوبات اللي واجهتك وهيك؟ بصراحة تجربة جدا رائعة. ما تخيلت انه راح اصير يعني اخذ لقب سيدة الحجاب، لانه كان عندي تحديات هواية ومنافسات هواية، لكن كان عندي ثقة بالنفس والحمد لله. الدعم من الأهل شيء أساسي أكيد. ودعمهم إن أنا أستمر. كم مرة ردت يعني أبطل بنص الطريق، لكن أهلي هم اللي دعموني إنه أنا أستمر بهذا الشيء واستمريت. وكنت يعني هم طالبة وعندك دوام وهيك، شلون نعم. رتبتي أمورك؟ بصراحة هو كان بالأسبوع يوم واحد كنت أروح للتدريب، إضافة إلى أنا طالبة جامعية. أنا طالبة جامعية صباحي، لكن التدريبات مالتي كانت مسائي. فكنت يعني أنظم وقتي. زين، انت شاركتي واخذتي لقب سيدة الحجاب، كنتي الوحيدة اللي بهذا الستايل لو اكو عدد وياك من بنفس الستايل؟ بصراحة احنا هواية شاركنا، تقريبا 15 بنية و15 ولد شاركنا بالمهرجان. كنتم محجبات؟ بصراحة بس أنا كنت محجبة. اي بس انا كنت محجبه والباقي كلهم متفرعات. بصراحه كل يعني بنيه تاخذ الالقاب اللي هي تستحقها. مثلا هسه اني واكو بنات وياي فازوا بالقاب، مثلا هسه اللي اخذت لقب ملكه جمال اناقه كردستان نور الزبيدي، والملكة أناقة أربيل لينا العزاوي، وملكة أناقة كركوك شهد الدليمي، وأني سيدة الحجاب اللي يعني سيدة حجاب كردستان. زين، انتم المسابقة على مستوى العراق كله لو لا، على مستوى كردستان. نعم. تمام. مبارك لك. شكرا جزيلا. خلينا نحكي عن لجنة التحكيم. منو كانوا بلجنة التحكيم وشلون كانت؟ لجنة التحكيم كانت متكون من ماكرة ومصمم أزياء ومركز تجميل، إضافة إلى سبونسر اللي كانوا يشاركون وياه.
نعم. زين، شنو الاساسيات اللي لازم تكون موجوده بالشخص اللي يتقدم او اللي يشارك بهذا المهرجان ويقبلوه؟ يعني اذا اي شخص يروح ويقدم يقبلون تقديمه لو شلون؟ لا، اكو مقابله. هذا المقابله راح يختبرك من خلال الاختبار، يا اما تنقبلين يا اما ما تنقبلين. ادري شنو اللي حسب يختبرونه؟ حسب اللياقه وحسب الاناقه. اني من اخذت لقب ملكه جمال اناقه كردستان، فهذا مختص بشنو؟ باناقتي. يعني ما راح يظهر الجمالي، يظهر على جمال اناقتي. فاول ما دخلت مقابله دربونا على المشي، مشي عرض الازياء. لازم يكون المشي مالتك واضح. اذا كان شويه يعني بسيطه، هم بالتدريبات شويه راح تتعلمين. وثانيا لازم يكون لبسك جدا راقي، يعني مو راقي بانه تلبس ملابس فخمه، لا، بانه يكون ترتيبك بالنسبه من الاولويات. تمام. كانت المسابقة يعني قبل أشهر، هاي الفترة هاي كم شهر شنو سويتي شنو ما سويتي وشنو مخططاتك همنا؟ بصراحة من أخذت اللقب الحمد لله كان عندي دعم قوي من جانب العلمي ومن جانب العملي. لكن أنا يعني عندي دراستي، هذا أهم شيء بالقوقعة. إضافة لأن أنا أخذت اللقب بأنه أنا أمثل السيدات المحجبات وعندهم أمل بحياتهم، يقدرون يشاركون بكافة المجالات، لأنه المرأة نصف المجتمع. ما يهم انه هاي محجبه وهاي مو محجبه، بالنهايه احنا نساء نصف المجتمع. بالنسبه لمخططاتي من المستقبل من ناحيه العلمي، انه انا احب اكمل دراسات عليا. اما من جانب العملي حاليا احب ادخل بمجال انه اكون باحثه اجتماعيه، لانه احنا مجتمعنا عندهم قله الوعي الديني. فأحب أنه أقيم ندوات يخص بالوعي الديني، لأنه شبابنا في وقت الحاضر يعني ما ياخذون نصيحة من أي واحد. غالبا ما توجه نصيحة هذا الإنسان ما جاي يتقبله، يقول أني حريتي. أوكي، للحرية حدود، كلنا عندنا حرية، بس لازم نعرف إحنا شلون نتصرف بهذا الحرية. والآباء والأمهات هم حريصين على أولادهم، لكن ما يعرفون ما خلف الكواليس شنو راح يصير. يعني أنت تتصورين أنه لقب سيدة الحجاب اللي تخليك أنه تقدمين النصيحة للناس والشباب يتقبلون هذه النصيحة؟ نعم. بصراحة الشباب، بالنسبة للشباب احنا من شاركنا بالمهرجان لجنة الحكم كانت يعني كلش حريصة بإعطاء لقب للبنات، وبصراحة أنا يعني ما أقيمهم 100%. بالنسبة للبنات أنطيهم 90%، لأنه كل من أخذ استحقاقها بالنسبة لنا. أما بالنسبة للشباب لا، أنا ما راح أقيم لجنة الحكم، لأنه الشباب كلش انظلموا. يعني أنا يمكن 3-2 كانوا يستاهلون اللقب، أما الأخريات لا. أنا يعني لأنه كان عندنا شباب مؤهلين ومستحقين ياخذون الالقاب، لكن راح الالقاب لغيرهم. يعني يقول حظ، كل من ماخذ حظه. شنو كانت فقرات المسابقة؟ فقرات اولا يعرضون زي يعني عراقي كردستان، واحنا ضفنا على المهرجان يعني على تفاصيله زي فلسطيني. إضافة إلى كلاسيك اللي كنا نلبس ملابس، وبعدين لبسنا بنات، قسم من البنات لبسوا ملابس فساتين أعراس ومناسبات. وبعدين يعني على العرض وعلى لجنة الحكم وعلى يعني الدرجة اللي ينطي المدير المهرجان أخذنا اللقب. بالنسبة للقب سيدة الحجاب كانت يعني أول سنة ينطون هذا اللقب، لو هم يعني السنوات السابقة؟ السنوات السابقة هم ينطون، وهذا يبقى حسب، يجوز ينطي يجوز ما ينطي، يعني حسب البنية اللي هي مواصفاتها. إذا هي مستحقة ينطونه، لكن إذا ما مستحقة ما ينطونه. زين، شنو اللي تغير بحياة سارة ثائر بعد ما أخذت اللقب؟ بصراحة
ما تغير شيء. أنا سارة ثائر نفس سارة ثائر، أو حياتي وطموحي وأهدافي وكل شيء نفسه باقي، لكن أضافت على حياتي شيء من الشهرة وشيء من محبة الناس. وصحيح أكو مثلا حسد، أو مثلا واحد يحكي يقول أنت ما راح توصلين. بصراحة أنا وصلت، وبسبب انكسارات الناس اللي وبسبب حكيهم أنا صرت قوية وأقدر أواجه أي تحدي، وأنا بالمستقبل أبد ما أنكسر. تهتمين بالمواقع التواصل الاجتماعي؟ مو كثير، أنا إنسانة ما أحب الشهرة، لأنه أنا مثل ما قلت لكم مندمجة بدراستي، هذا أهم القوقعة اللي عندي. أما الأخريات وما يجي مع الوقت. يعني أنت أبدا ما مهتمة لو مهتمة؟ ليه مو ما مهتمة؟ وأنت من دخلتي بهذا المجال، هذا المجال يحتاج من عندك السوشيال ميديا. أوكي. وإذا أنت تغيبين عن الساحة لا، أنا ما يعني أغيب. إذن ما سويتي شيء، فأكيد راح تهتمين، لأن أنت بالمستقبل إذا عندك مخططات تشبه حياتك صح. ممكن تضيف لك هواية. أنا بصراحة أنا مهتمة كلش من هواياتي، يعني بالدرجة الأولى التصوير، كلش أحب التصوير. نعم. وغالبا إنه أنا أسوي ميك اب لنفسي وأنزل، والملابس لازم أنسقها، وأحب يعني التنسيقات هواية وأنشرها. يعني أنا متواصلة، لكن ما مهتمة، يعني ما مهتمة كلش. لكن يعني سبحان الله، هو هيك يعني كل يومية مستمرة. نعم. نعم. تمام. بشكل عام المهرجان شلون كانت، والناس اللي كانوا جايين هم شلون كان يعني رياكشن مالتهم؟ بصراحة خلي أقول لك شغلة، إنه إحنا المهرجان أكو مهرجانات رسمية وأكو مهرجانات غير رسمية. نيجي على المهرجانات الغير رسمية. مهرجانات غير رسمية هسه صار مع الأسف الشديد، هسه صار ياهو يجي يفتح مهرجان ويدعي على انه هو مهرجان رسمي. اوكي، ما دام انت مهرجانك رسمي، انطيني كتاب موثق من وزارة الثقافة والفنون، انطيني ورقابة القانونية مالتك ماكو، الدعم سبونسر ماكو، الفنانين اللي يحضرون المهرجان مالته جدا قليلين، يجوز يعني مقابل مادة جايين. هذا بالنسبة للمهرجانات الغير رسمية، هذا ما راح يطش هواية بسوشيال ميديا. نيجي على المهرجانات الرسمية. هذا المهرجان يكون عنده دعم قوي، يكون عنده سبونسر، عنده كتاب موثق من وزارة الثقافة والفنون، وبنفس الوقت يصير عنده رقابة قانونية. واللي يجي المهرجان مالته يكون فنانين مشهورين، ويكونون مراكز التجميل يشتركون وياه، يجوز المطاعم هم يشتركون على مود الإعلانات، وكذلك المصممين الأزياء جدا يعني يشاركون بهيج مهرجانات، لأنه احنا المهرجان مالتنا الأصل مالتنا هي عروض الأزياء، فالمصممين جدا يعني يشاركون بهذه المهرجانات. فبسرعة تشوفون من واحدة لا تاخذ لقب بسرعة طش، مواقع التواصل الاجتماعي كله يحكي بيه، فأعلم إنه هذا شنو؟ هذا مهرجان رسمي. ولازم يكون بالمهرجانات الرسمية كتاب موثق. إذا ماكو كتاب موثق، أنا نصيحتي للشباب والبنات، هو جاي أشوف إعلانات عن المشاركات بالمهرجانات، ومع الأسف يعني أكو بنات يعني ما يعرفون هذا القواعد، يروحون يدخلون بهذا المجال. لا تدخلون بهذا المجال، اعلموا انه اولا استفسروا، قول عندكم كتاب موثق من وزاره الثقافه والفنون، عندكم رقابه قانونيه، اذا عندكم انا اشارك، ما عندكم انا ما مجبوره انه ادخل بمجال بعدين انا الناس يلومون يقول انت اصلا لقبك مزور. تمام. انت عايشه بكردستان؟ لا، انا عايشه بكركوك. يعني ابد ما عايشه هناك؟ لا، بس زيارات تروح يعني؟ اي كثير هوايه. نعم. زين، ممكن يوم من الايام نشوفك بلجنه تحكيم؟ اي يعني انت مخططه ببالك فد يوم من الايام هذا الشيء؟ ان شاء الله. زين، مسابقة على مستوى العراق ومستوى الكردستان، هم عندك مخططات انه تشاركين؟ ان شاء الله اذا اجتني دعم من الجهات اشارك، لانه يعني انا عندي مؤهلات. نعم. زين، سيدة الحجاب هذا اللقب موجود على مستوى العالم لو بس على مستوى العراق؟ حاليا اللي انا اعرفه على مستوى العراق، لانه انت تعرف انه دول الخارجيه ما يهتمون هوايه بالمراه المحجبه،
يعني بصراحة مع الأسف الشديد ما يهتمون، خاصة الدول الأوروبية. فإذا احنا نجي نقول على مستوى العالم ما يهتمون بالنساء المحجبات، لأنه يعني غالبا تلقى واحد بالخارج محجب يعني على قد أصابع إيدك. شلون علاقتك ويا البنات اللي كانوا مشاركين بالمسابقات، اللي أخذوا اللقب واللي كانوا بس مشاركين وما أخذوا اللقب؟ بصراحة أنا علاقتي وياهم كلش حلوة، صداقة. الأيام اللي شاركنا وأيام اللي عشناها ويا البنات كان مثل أخوة. بصراحة هم كانوا عائلتي الثانية، سواء شباب أو سواء بنات، كلهم أخواني أخواتي. هذولا الناس يعني كنت وياهم متونسة كلش، عائلتي الثانية. يعني قعداتنا سوا، ضحكاتنا سوا، مستمرة وياهم، ذكريات صاروا كلش حلوة. زين، اللي يقدم مثلا اللي يريد يشارك لازم هو يقدم هالتقديم، لو ممكن يقدموا له دعوة، لأن مثلا إذا يشوفون على السوشيال ميديا أموره حلوة وطيبة وعنده مؤهلات يقدموا له، لو لازم هو يتقدم على هذا الموضوع؟ لا، لازم هو لازم هو يقدم، لأنه المهرجان هو أنت بمسؤوليتك، هو ما مسؤول. بالنسبة للشباب لازم يشتركون، عندهم اشتراك، يعني يدفعون اشتراك المهرجان. يعني بالنسبة بفلوسك تصير الأنيقة والملكة جمال. هذا بالنسبة للشباب. بالنسبة للبنات لا، ما عندهم اشتراك. زين، احنا ثاني فهمت شغلة انه انت قلتي اكو ولد من الشباب يعني كانوا مستحقين وما اخذوا اللقب. نعم. اذا يجوز هذا الدافع اقل، ممكن نقدر هيك نقول؟ لا، ما نقدر نقول. الا عاد شلون اني اشترك واخذ اللقب؟ صحيح، لكن مثل ما قلت حضرتكم انه حظ. زين، من محافظة كركوك، أنت كنتي الوحيدة اللي مشاركة لو أكو بنات ثانية؟ لا، بنات هواي شاركوا. من محافظة كركوك؟ نعم، 4-3 هيك شاركوا. كلش زين. وعلاقتك وياهم هسه؟ الحمد لله زينة. كلش زينة. هم تشاركيهم على السوشيال ميديا وايد بس؟ أكيد. حلو. نتمنى انه سوية انتم يكون عندكم مخططات، يعني بحافظة كركوك كمان يكون عندكم هيجي افكار حلوة للبنات. بالنسبة لي اوكي، لكن الزميلات اللي وياي لا. لانه هم يعني ما عندهم، شلون اقول لك، ما عندهم يعني شلون طموح. يعني اكو بنات يعني هم عندهم يحبون يوصلون الشيء اللي يريدونه، لكن تقيد المجتمع وتشدد الاهل مع الاسف ينكسر جناحاتها. هي ورا ما شاركت واخذت اللقب بعد، وين التقيد بالموضوع؟ لا يعني لا، هي وصلت للي تريده، بعد وين التقيد؟ الآن جاي أحكي على البنات اللي وياي، إذا يشاركون وياي مثلا، إذا نخطط في المستقبل. أكو بنات أعرف زميلاتي ما يقدرون. ليش؟ لأنه يعني متشددين. المجتمع اللي احنا عايشينه به تقيد جدا. يعني أقل شيء ده لازم يعني تلاحظين تصرفاتك لازم. زين، هذا التقييد ما يشملك انت يمين؟ لا. لا، الحمد لله أنا عندي دعم من أهلي. هذا يكفيني. أكيد كلش. إحنا وصلنا إلى نهاية فقرتنا، إذا عندك رسالة شيء بالأخير تفضلي. بصراحة رسالتي لجميع الشباب وجميع النساء إنه يستمرون تحقيق أهدافهم، تحقيق الشيء اللي يرغبونه بالمستقبل أو في الوقت الحاضر، لكن يحتاج صبر ويحتاج اجتهاد ويحتاج عزيمة. لأنه إذا إنسان ما يكون عنده صبر وما يتحمل الصعوبات اللي يواجهها، ما يقدر يعني يكون فد شيء بالمجتمع. أنا هواية واجهت وهواية اجت لي صعوبات وتحديات بصغر سني، لكن هذا كلها واجهتها في سبيل شنو؟ في سبيل اوصل اللي انا اريدها. والحمد لله انا هذا بدايه مشواري، وان شاء الله الجاي افضل ان شاء الله. ان شاء الله دائما نشوفك باعلى المراتب وتوصلين اللي تريدينه. شكرا جزيلا. هلا بك. شكرا لك. شكرا جزيلا. واكيد الشكر موصول لجميع المشاهدين ولجميع الزملاء اللي بالكنترول، واكيد كل انسان جميل بصفاته، جميل بروحه، جميل باخلاقه، واكيد المظهر الخارجي له اهتمام همينه.
فنقول لكم انه انتم كلكم حلوين بما انه دا تشاهدونا. نلتقيكم دائما على الحب والموده في الحلقات القادمه. الى اللقاء. إلى اللقاء.